السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ نبدأ يوم جديد النهاردة ان شاء الله مع بعض. النهاردة هنعمل غدا مع بعض. هنعمل ايه؟ هعمل كشري مصري. الكشري دي انا بعمل الطريقة دي انا اللي بعملها، مع بحب البتاع ده هبتدي كده نعملها. هنشوف بعمل الصلصة بالثوم. في ناس بتعملها بالبصل بس انا بحبها بالثوم اكتر. هنا جبت 4 بصلات بس كده في الاول خالص، قطعتهم جوانح وهنزل عليهم بشوية ملح وشوية بتاع ده دقيق شوية صغيرين كده، بس ابدرهم بس حاجة بسيطة كده، بس ما اخليهمش يبقى فيه عجينة كده، لا ابدرهم بس كده عشان لما اقليهم في زيت اكون ايه يطلع لي مقرمش. واخد الزيت اللي انا اول حاجة بعملها خالص خالص اول ما ابتدي هعمل بتاع ده البصل، عشان زيت البصل ده اصفيه واعمل بقى منه هعمل منه الصلصة، وهعمل منه الرز واحطه برضو على البتاع ده على المكرونة. هنا سخنت الزيت جامد وحطيت نزلت عليه بالبتاع ده بالبصل، وهسيبه ايه يتحمر مع نفسه، وهطلعه في مصفى. مش هطلعه على منديل ولا اي حاجة علشان ما يبقاش طري، انا عايزاه مقرمش. هطلعه في مصفى كده يتهوى عشان يبقى مقرمش. وتاني حاجة هعملها البتاع ده الصلصة. بحب اعمل الصلصة بالثوم. في دقته قبل كده بالبتاع ده بالبصل ما عجبنيش بصراحة. انا بحب اعمله بالثوم. هاخد بس كده لون الثوم وانزل عليه بربع كوباية بتاع ده خل، يغلوا بس كده شوية مع بعض، واروح نازلة عليه بصلصة بالطماطم يعني اللي انا خلطتها. الطماطم دي خلطتها مع قرنين فلفل حامي، واسيبها كده واعمل حطيتها على عين صغيرة، وابتدي اعمل ايه الرز. بعمله بالشعرية برضو بيبقى طعمه حلو قوي. اصلا الزيت بتاع بتاع ده البصل بيخلي طعم الكشري جميل قوي. ولو كان عندي عيش شامي كنت برضو حمرته فيه زي ما بتاع المطاعم كده بيعملوه. نزلت عليه كده بالرز على الشعرية، شوحهم كده مع بعض وانزل عليهم بالمية بتاعتهم. وبرضو في الاخر اخر الرز كده برضو هقلب فيه لما يستوي، انزل عليه بشوية زيت. انا ببقى مكترة الزيت وانا بعمل البصل عشان اعمل بيه كل ده، بيخلي طعم الكشري جميل قوي. اشوف بس الملح بتاعه برضو احطه على العين الصغيرة، وابتدي اعمل اي حاجة، اعمل حاجة تانية. والعدس انا كنت نقعاه وياخد غلوة كده. انا ما بسويش العدس لحد لما يتهري، لا انا بحب اللي هو ايه يتندخ كده، يبقى طعمه حلو احلى من اللي هو مهري على الاخر. هنا احط بس حطيت مرقة دجاج وحطيت معلقة شطة ومعلقة كمون ومعلقة كزبرة ناشفة، اسيبها تتسبك كده مع نفسها شوية واطفي عليها خلاص كده. هنا كانت المية غلت وانزل عليها بالمكرونة. انا حطيت 3 انواع، حطيت السباكيتي وكيس خواتم وكيس ليه، عشان يعني يكفيني النهارده ان شاء الله وبكره باذن الله. متنسونيش يا حبايبي في اللايك والاشتراك في القناه وكومنت حلو منكم كده. هبتدي هنا بقى اعمل ايه الدقه اللي هي الكمون. حطيت شويه ميه عليهم بتاع ده توم، واحط معلقه دجاج مرقه دجاج، واحط معلقه شوف يعني الملح بتاعها. حطيت شويه ملح، حطيت شطه، وحطيت برضو كزبره ناشفه. الكزبره الناشفه بتدي طعم حلو قوي في الاكل. وحطيت برضو خل، وهسيبها تغلي غلوتين كده واطفي عليها. اهي المكرونه كانت خلصت اهي. هسيبها بس كانت تهدى شويه وانزل عليها بشويه الزيت الباقيين. وده كان يومنا النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم وطريقتي في الكشري تكون تعجبكم باذن الله. متنسونيش حبايبي في اللايك والاشتراك في القناه وكومنت حلو منكم.